السلام عليكم ورحمة الله. أنا هدى سعد، مدربة الحياة وكلها من واقع الحياة. النهاردة عاوزة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو يخص البيوت كلها. هي البيوت المثالية الناجحة اللي مليانة بالحب والحنان، وإزاي نبنيها بالحب والحنان، وإزاي نحافظ عليها، وإزاي نعيش فيها سعداء متألقين مع أفراد أسرتنا. كل ده هنتكلم فيه وهنعرف كل التفاصيل. البيوت محتاجة ان هي تتملي بالحب والحنان، وتتملي بالعلم والإيمان والصبر بين أفراد الأسرة. كل ده هيخلي البيت مثالي أكتر من ان انتوا تملوها بالايه، بالعفش والزينة والمظاهر. كل ده ملهوش لازمة. اهم حاجة ان احنا نبني بيوتنا بالايمان والعلم والدين والخوف من ربنا. اهم حاجة علشان بيوتنا تمشي بيوت مثالية، بيوت ناجحة. عاوزة اعرفكم برضو ما هو البيت المثالي الناجح. البيت المثالي الناجح هو اللي مبني على المودة والرحمة والسكينة بين الزوجين. اهم حاجة ان يبقى في بينهم مودة ورحمة. وعاوزة برضو اقول لكم، البيت اللي بينتشر فيه الحب والحنان والتراحم بين الابناء والاباء هو الذي يعم فيه الطاعة والبر والإحسان. أنا عايزة أكلمكم والله إن دي حاجات مهمة جدا جدا، والبر والإحسان بين الأقارب والإخوات والجيران. هو ده البيت المثالي الناجح. عايزة برضه أقول لكم، البيت اللي بينعم فيه الإنسان بالرضا والسعادة والأمن والأمان والإيمان هو البيت اللي بيشهد له الله بالخير والبركة والمغفرة، وبيعم فيه الخير. وطول ما فيه علاقة قوية مع الله صالحة ربنا سبحانه وأهم حاجة ان انت يبقى عندك ثقة بالله. البيت ده بيأتي فيه كل ما هو جميل، كل ما هو ما بيخطر على بالك فيه. اهم حاجة العلاقة اللي مع الله، الخوف من الله، ودي اهم نقطة من النقط كلها. ربنا بيجيب في البيت ده الخير والبركة والفرح والسرور، ما بيجيبش ابدا اي حاجة وحشة فيه. طول ما علاقتك قوية مع الله وصالحة هتشوف كل سعادة الدنيا قدامك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مودة ورحمة. يعني إيه يا جماعة مودة ورحمة؟ هي مش كلمة وخلاص. المودة والرحمة دي حاجة كبيرة كبيرة. النقطة بقى المهمة في الموضوع كله ان البيت السعيد المثالي هو الاب والام. لازم الاب والام يبقى بينهم مودة ورحمة، بينهم تفاهم، بينهم صبر. لازم يصبروا على بعض، كل واحد يصبر على التاني. الانسان دوت منفعل، عنده عصبية دلوقتي، لا الطرف التاني لازم يصبر ويبقى عنده سكينة ولازم يهدى. هي دي المودة والرحمة، ان احنا نستحمل بعضينا، مش ان احنا نقف قصاد بعض ده بالكلمة وده بالكلمة. لا مش هينفع. لازم المودة والرحمة اللي ربنا قال لنا عليهم. يعني مثلا الاب جاي من الشغل تعبان متنرفز، الله اعلم ايه اللي حصل في شغله، ما جيش اول ما يدخل تكي 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 تك واقول له ده حصل وحصل وحصل. طب ما هو ذات نفسه هيتنرفز وذات نفسه هيتكلم كلام ملهوش لازمه، وفي الوقت ده هيحصل معركه جامده. فلازم يبقى فيه موده ورحمه وصبر بين الاطراف. لازم صبر جامد بين الاطراف علشان العلاقه تمشي علاقه قويه مثاليه ناجحه سعيده. والبيوت بتاعتنا تتبني على اسس سليمه، احسن ما ان احنا نفضل نعمل في حاجات غلط وبعد كده المشاكل بتتراكم
وبتخش في مراحل غير طبيعية. المشاكل بتكبر، وبعد كده الأولاد بيتحطوا في النص في المشاكل، وأحيانا كتير بيحصل حاجات طلاقات. ما هي بسبب ايه برضو؟ بسبب المواضيع ديت، ان مفيش مودة ورحمة، مفيش علاقة قوية مع الله، واهم حاجة مفيش الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. لازم يبقى عندنا الايمان القوي ان احنا نخاف من ربنا من اي حاجة نعملها، ان احنا نراعي ربنا في بعض. لازم كل واحد يتقي الله في التاني، لازم كل واحد يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. لو كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، كل حاجة هتمشي سليمة بما يرضي الله. هو ده البيت المثالي الناجح القوي، اللي يتبني على أسس سليمة، اللي يطلع الأفراد فيه الأولاد فيه أطفال سوية. ولو اتربوا على كده هم كمان هيكبروا على كده، وهم كمان هيعملوا اللي هم الآباء واللي بيعملوه. يعني هيشوفوا اللي هم بيتعمل هم كمان هيعملوه. لازم البيت يتبني على أسس سليمة علشان الأبناء تطلع زي ما الأب والأم بيعملوا. غير كده هيطلع بيت فاشل ولا ناجح ومليء بالمشاكل، وكل شوية هيبقى فيه حاجات غلط مش هتنفع في البيت ده. وبرضو عاوزة اقول للزوج، لو الام برضو بتشتغل مثلا او عاملة، لازم برضو ان هي هتيجي مثلا بتتعصب لان جاية طبعا من شغلها. الراجل بيشتغل مثلا بره بس، لكن ايه، ما عندوش شغل في البيت. اما الزوجة لو عندها عمل بره، بتيجي برضو ايه من العمل اللي بره، تيجي على برضو يعني شغل في البيت، فبيبقى عندها برضو ايه شغل تاني وتربية اولاد، فكل ده بيبقى ضغط عليها. لازم برضو الزوج يستحمل الزوجة في الوقت دوت، ما يتعصبش عليها. لان التعصب عليها برضو ده هيعمل مشاكل، والمشاكل هتتراكم، والمشاكل هتزداد، فكل ده غلط. لازم الزوج والزوجة يستحملوا بعض، وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. ده اللي انا عاوزه اكلمكم فيه، وده اللي انا بقول لكم عليه مهم جدا. كل واحد يستحمل التاني يا جماعه، لازم الطرف ده يستحمل ده، ولازم الطرف ده يستحمل ده. ومش هقول لكم يا جماعه، بصوا، انا مش هقول لكم ان مش هيبقى فيه اصلا مشاكل، لا، مفيش حاجه اسمها ما فيهاش مشاكل في البيوت، بس مشاكل عن مشاكل بتفترق. في مشاكل تعدي كده حلوه، وكلمه من هنا وكلمه من هنا والموضوع هدي خلاص. وفي مشاكل بتبقى عامله زي السيف، ما بينفعش ان انت تحل فيها حاجه، وتفضل بقى ايه، نزاع بين الطرفين، واللي بيقع فيها مين؟ الابناء. والابناء بتتعقد من هذا المواضيع، فكده غلط. عاوزه اقول لكم برضو ان المشاكل في مشاكل لازم هيحصل مشاكل بسيطه بين الطرفين، اللي هي المشاكل اللي زي البهارات كده. في بهارات كده بتحطوها في الاكل بتبقى طعمها جميل. في مشاكل، ما هو انت لازم هتعرف برضو ايه، ان انت لما بتعمل مثلا مشكله والطرف ده يجي يصالح ده والطرف ده يجي يصالح ده، ما هو ده بقى ايه التوادي والتراحم بين الطرفين، ان كل واحد بيقرب للتاني وبيحب التاني. انما لو انا بعدت وعملت مشكله، طب فين التراحم وفين التوادي بين اللي ربنا قال لنا عليه؟ مفيش الكلام دوت. فلازم كل واحد لو في مشاكل عادي كل واحد يتنازل، وكل واحد يتغاضى، وكل واحد يشوف ايه المشكله وما يعملهاش، وكل واحد يشوف المشكله دي ايه اللي مضايق التاني، ويراعي ربنا في التاني. كل واحد يراعي ربنا فيه. لكن كل واحد، انا شايفه يا جماعه ان البيوت دلوقتي كل واحد في وادي، كل واحد في وادي، ده في وادي شغله وتعب نفسه وساب اولاده ومش عارف اي حاجه عنهم. الام برضو في العمل بتعمل برضو كل حاجه، وبتيجي تعبانه مش قادره برضو ان هي مثلا تكمل مسيرتها في البيت مع الاولاد. تيجي مع الزوجه، الزوج والزوجه ما بيقعدوش مع بعض اصلا يشوفوا حاجه عن اولادهم، يشوفوا ايه مواضيعهم، ايه اللي تعبهم. كل ده يا جماعه بيأثر، كل ده بيأثر في البيوت. البيوت ما بقتش زي زمان. زمان كان في علاقه قويه بين الاب والام والاولاد، دلوقتي كل واحد في وادي، وده غلط. لازم كلنا نراعي ربنا في ولادنا، ونراعي ربنا في حياتنا، والزوج يراعي ربنا في مراته، والزوجه تراعي ربنا في جوزها، ويخوف من ربنا. اهم حاجه ان هم يخافوا من ربنا، خوف من ربنا، ويعرفوا دينهم والعلم والايمان. كل حاجه هتمشي زي
يعني اقول لكم ايه، لو ربنا راضي عن الانسان بيلاقي الخير قدامه من وراه من جنبه من كل حواليه. الخير والسعادة والبركة بتبقى في الاولاد وبتبقى في البيت، وما يحصلش بينهم مشاكل. وزي ما قلت لكم، انا مش بقول ما مش هيحصل مشاكل خالص. تقول لنا لا لا، ما كل البيوت فيها، لا ماشي كل البيوت فيها، بس المشاكل عن المشاكل بتفترق. لازم نتعلم الحاجات دي يا حبايبي علشان نمشي مع بعض البيت مثالي ناجح مليان بالسعادة والفرح، ومفيش مشاكل بينهم بين الآباء والأبناء. ولازم نراعي ربنا في ولادنا، ولازم نعلمهم كل ده. لازم نعلمهم ان هم يتعلموا من صغرهم ان هم يحبوا اهاليهم، ان هم يرعوهم، ان هم اصلا لازم يزوروهم. لو كل ده تعلموه القيم والاخلاق، هيطلعوا اطفال كويسين جدا وسويين، وهيطلعوا ان هم يحبوا بعض. وزي ما هم هيعملوا برضو، زي ما هم هيعملوا في ولادهم. هي دي مسيرة الحياة الناجحة المثالية. لان يا جماعة الظاهرة دي انتشرت جدا. ليه انتشرت جدا؟ لان انا شايفة ان كل واحد اللي واخد جنب ده مع نفسه بيخلي البيوت مهددة محطمة. كل واحد بيفكر في تفكيره في مخه هو. يعني انت ماشي في حالك، هي ماشيه في حالها، حتى ما بيفكروش يعملوا ايه، مش ايديهم في ايدين بعض. لكن ربنا قال لنا المودة والرحمة اهم حاجة، والسكينة بين الزوج والزوجة. هم دول اللي بيصنعوا الاطفال ان هي تطلع سويين، اللي بيطلع بيت مثالي ناجح. فكل واحد يعرف اللي عليه يا حبايبي، وكل واحد يتقي الله في بعضه، وكل واحد لو عمل كده مش هيبقى فيه اي مشاكل. كل واحد يحب اهله، يحب امه، يحب ابوه، يراعوهم، يشوفوا ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. مهما ما عملتوا لو ما رعتوش امكم وابوكم مش هتشوفوا خير ابدا ابدا. ولازم تعملوا كده يا حبايبي علشان البيوت تمشي مثالية ناجحة بما يرضي الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد على خير ان شاء الله. واي حاجة عاوزينها ابعتولي على رسالة الصفحة، او اي حاجة عاوزيني استشاروني فيها ابعتولي وانا هرد عليكم على طول. اشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. اتمنى لكم كل خير وسعادة، اتمنى لكم كل البيوت تبقى سعيدة وفرحانة، اتمنى لكم كل واحد نفسه في حاجة يتمناها واكتر ان شاء الله. ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم يا رب ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. هدى سعد.